السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل صحة وخير وعافية علينا وعليكم. أقدم لكم وأطرح عليكم وإليكم درسا وشرحا بعنوان اشتدي أزمة تنفرجي. هذا الدرس يتكلم عن سورة يوسف ويتكلم عن بعض من آيات سورة يوسف، وهو الدرس الأول من المنهاج الفلسطيني الثانوية العامة. أبدأ بالعنوان. إن كنتم من الملاحظين أن العنوان هناك علاقة بين العنوان وتركيبة العنوان وبين مضمون النص أو مضمون القصة، فباعتبار أن من عناصر القصة أو بأي قصة في العالم يجب أن تتوفر فيها عناصر. من العناصر الشخصيات، الأحداث، الزمكانية أو الزمان أو المكان، العقدة، الذروة، المشكلة، تمام، ثم الحل والحوار وغيرها. هناك عناصر أخرى، لكن العناصر المهمة أو الشائعة عندنا بهذه العناصر. إن كنت ملاحظا لاشتدي أزمة فإنها تشير إلى عنصر من عناصر القصة وهي الأحداث أو الذروة بتسلسل الأحداث. هناك تسلسل في قصة يوسف من السهولة إلى الصعوبة أو إلى الذروة. عندما وصلت إلى الذروة، المشكلة في ذروتها، بدأت بالانحلال شيئا فشيئا إلى الحل، إلى النهاية. فطبعا لم يستخدم العنوان هباء منثورا، فاشتدي أزمة فتشير إلى عناصر القصة. تمام. أبدأ في الإعراب. اشتدي فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. لماذا حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، فأصلها اشتدين. وأفعال الخمسة كما هو معروف لديكم كل فعل مضارع أو فعل أمر على وزن يفعلان، أو احفظوها، أو هناك طريقة لمعرفة الأفعال الخمسة تسهل عليكم حفظها. انتبهوا. أبدأ بفعل مضارع مبدوء بياء، لا اثنان يفعلان، اجعلها لجمع يفعلون، هي صيغتان عندك. ابدأ بالتاء تفعلان، اجمعها تفعلون، يفعلون، يفعلان، تفعلون، تفعلان، وتبقى الوحيدة بدون أي إشكالية هي تفعلين. تمام. فاشتدي كما ذكرت لكم. أزمة منادى مبني على الضم في محل نصب، فكأني أقول اشتدي يا أزمة، اشتدي يا أزمة تنفرجي. تنفرجي فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط بحذف النون. طبعا في هذا التمهيد الموضوع أمامكم. قبل أن نبدأ بشرح الآيات لابد أن نذكر بعض التفاصيل أو بعض المحاور، بعض النقاط المهمة الموجودة في الآيات الكريمة، والتي تشير بداية إلى المحن والمصائب والمشاكل والعقبات التي واجهت سيدنا يوسف في حياته. فمن هذه المصائب هي الحسد والغيرة من قبل إخوة يوسف عليه السلام. فأولها كما ذكرت لكم الغيرة والحسد، وبأنها يعني للمعلومات هذه القصة تعتبر قصة واقعية، وسوف نذكر لكم لماذا ذكرت بأحسن القصص. فأقول بأنها من القصص الواقعية. ما معنى من القصص الواقعية؟ يعني يمكن أن تحدث لأي شخص منا في هذا العالم. هناك الحسد والغيرة الكثيرة الموجودة بيننا، وهي واقعية وقد تحدث لأي منا، أو تتكلم عن القضايا، قضايا محتملة، قضايا إنسانية من الحسد، المشاعر، الغيرة لقبل للآخر، بين الآخرين.
تنقلب أحوال الناس بين الرخاء والشدة، ومهما عصفت النكبات واشتدت المحن تبقى رياح الأمل والتفاؤل منعشة للروح، ويظل الصبر مفتاح الفرج. قبل أن ننسى، ذكرنا علاقة بين العنوان ومضمون النص، أعربناه. ما دلالة هذا العنوان؟ يدل على التفاؤل والأمل، وبأن لكل مشكلة لها حل، وكذلك الشيء طبق في قصة يوسف عليه السلام. تعرض هذه الآيات جانبا من قصة يوسف النبي عليه السلام ابن الكرماء. كما هو معروف لديكم أن يوسف عليه السلام من أبيه يعقوب، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فنقول ابن الكرماء أي بمعنى ابن الأنبياء، أو أبوه نبي، جده نبي، إلى ما ذلك عندما نصل إلى إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم، إسحاق، يعقوب، ثم يوسف عليه السلام. فتدور حول موضوعي الحسد من إخوة يوسف له على تكريم الله واصطفائه، والفتنة في محاولة امرأة العزيز. في مطلع هذه الفقرة يقول عن نقطتين أساسيتين، وهي الحسد والغيرة. لماذا الحسد والغيرة؟ على تكريم الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف بجعله نبيا، وأيضا بحب يعقوب لابنه أكثر من إخوته. والفتنة في محاولة، طبعا الفتنة في محاولة امرأة العزيز استدراجه والعزم على فعل الخطيئة، وما لقيه من شدائد وصعوبات، وكيف تغلب ذلك؟ طبعا بالصبر والحكمة. بالصبر والحكمة أي بالعقل. ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه ضيق نفسه من أذى قريش، ولتظل عبرة للمؤمنين جميعا. طبعا هي لماذا أنزلت هذه السورة؟ أنزلت بالبداية، أنزلت لأكثر من هدف. الهدف الأول هي تخفيف وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول: لست أنت الوحيدة، لست النبي الوحيدة الذي واجه المشاكل والمصاعب من قبل قبيلته قريش من التعذيب. هناك أنبياء أخر موجود، أو العذاب، أو واجهوا العذاب في حياتهم والمصائب. فيعني نقول بأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قد واجه أي مشكلة قد تخطر على بالك، قد واجهها. تمام. لتخفف عنه ضيق نفسه قلنا، وتظل عبرة. إذن التخفيف والتسلية والعبرة للمؤمنين جميعا، عظة، نصح. وأيضا هناك أيضا في الآيات مذكورة أن هناك جاء بعض السائلين يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن قصة من قبله، الأنبياء، الأقوام الأخبارين. تمام. فيسألونه ماذا حصل، طبعا ليتأكدوا أو لهدف ما في سرهم. أبدأ بالآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء. كما هو معروف لدينا أن ألف لام راء هي حروف، وكل حرف بحسنة. ألف لام راء كما قال المفسرون بأنها مقاطع أو حروف معجزة لقريش، فبأن القرآن الكريم أنزل على قريش بلغتهم ليفهموه وليعقلوه وليعجزهم للإعجاز. فكأنه يقول الله سبحانه وتعالى: هذه الحروف العربية، أو من هذه الحروف العربية ألف لام راء، أستطيع أن أعجزكم إلى الآن، لأنكم لم تستطيعوا أن أو يتحدى الله سبحانه وتعالى قريشا وأي شخص، تمام، بأن يأتي بمثله، بصورة، بآية، بمقطع، بحرف
لن يستطيع بذلك. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. تلك اسم إشارة، لكن عندما أعربها لا أقول اسم إشارة وأتوقف، لا، أكمل اسم إشارة مبني مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. قاعدة: عندما تبدأ الجملة بتلك أو بضمير منفصل قلها ولا تخف ولا تتردد في محل رفع مبتدأ، باعتبار أنها جملة اسمية. وتقول أنت تقول اسم إشارة فهي اسم، إذا بدأت باسم، فالكلمة الأولى هي أو من الألفاظ لها حق الصدارة، أي الصدارة أي بأنها تأتي في مقدمة الجملة، فنقول في محل رفع مبتدأ. إذا القاعدة، أريد أن أجمل لكم بعض القواعد مع الشرح، بعض القواعد والمهارات الأساسية للغة العربية. طبعا ممن لهم ضعف في القواعد، إن أسعفني الوقت طبعا. تلك آيات الكتاب المبين. إذن تلك الآيات آية، تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب كما هو للقرآن الكريم أو يدل على القرآن الكريم. هذه الآيات أو تلك الآيات، وقال بتلك بأنها اسم إشارة للبعيد. طب لماذا قال بالبعيد؟ لعلو مكانة الآيات هذه أو لعلو القرآن الكريم. تلك آيات القرآن الكريم التي هي بعيدة المنال عنكم، أو لعلوه لن يستطيع أن يأتي بمثله. تلك آيات الكتاب المبين. المبين من المعنى الصرفي. عندما أقول لك أو يواجهك سؤالا في الوزارة ما المعنى الصرفي، فكر في المشتقات. هناك أوزان أخرى أو هناك معاني صرفية أخرى، لكن الأهم بالمشتقات. ما هي المشتقات؟ اسألني ما هي المشتقات؟ المشتقات احفظ أو اعلم. المشتقات اسم فاعل واسم مفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة. اسم فاعل واسم مفعول وصيغة مبالغة وصفة مشبهة. أبدأ باسم الفاعل. معلومة سريعة: اسم فاعل هو الاسم مشتق، يعني مأخوذ من فعل. مثلا على سبيل المثال قتل، إن كان هذا الفعل من 3 حروف يكون عليه اسم فاعل. ما هي اسمها؟ اسم فاعل. لاحظ، فاعل، أريد كلمة على وزن فاعل، بعد ألف بعد الحرف الأول ومكسور ما قبل الآخر. فاعل. قاتل، قاتل من قتل. أما إن كان من أكثر من ثلاثي، أكثر من ثلاثي يعني أعطيك الفعل، عد الحروف، عد إلى الحروف، حروف الفعل 1 2 3 4 بأنها أو بيستخدم أسلوب الأكثر من ثلاثي. ما هي القاعدة؟ عندما ترى فعلا أكثر من ثلاثي وتريد أن تصيغه إلى اسم فاعل، حول للمضارع، اقلب ياء المضارع على ميم مضمومة. لاحظ، ميم مضمومة واكسر ما قبل الآخر. هذا باسم الفاعل. أما اسم المفعول، كلمة على وزن مفعول إن كان إيش؟ إن كان فعل ثلاثي. أما إن كان فعل أكثر من ثلاثي، نفس طريقة أو الطريقة نفسها باسم الفاعل، لكن الجوهر في فتح ما قبل الآخر. يعني نقول حول للمضارع، اقلب ياء المضارع على ميم مضمومة، اسم الفاعل كسر ما قبل الآخر، اسم مفعول فتح ما قبل الآخر. مثلا قتل، احنا هنا بالثلاثي، تمام. مثلا أقبل اسم فاعل مقبل، اسم مفعول مقبل. طيب قبل، مثلا قبل قابل، مقبول، وهكذا. تمام. هنا باسم المبين أريد أن أذكر، لاحظت بأن
من أغلب الأجوبة لكلمة مبين يذكرونها بأنها اسم فاعل. اسم فاعل عندما هناك صيغة لصيغة المبالغة على وزن فعيل، عندما ترى كلمة على وزن فعيل قلها بأنها ماذا؟ بأنها صيغة مبالغة. لكن هنا بالمبين، المبين هو اسم فاعل. طب كيف ذلك اسم فاعل؟ لأنها بالميم المضمومة، بالميم المضمومة. عندما ما قلنا لك ركز، اسم فاعل ميم مضمومة، عندما ترى ميما مضموما وكسر ما قبل الآخر وهي باعتبار أنها حرف علة بالياء، تمام، مباشرة قل بأنها اسم فاعل. فمبين اسم فاعل من ماذا؟ من أبانا وليس من بانا، تمام. لو كانت من بانا بائن، أما من أبانا أبانا أكثر من ثلاث، حول للمضارع يبين، حول أبدل الياء إلى ميم مضمومة أصبحت مبين، وبأنها قبل الأخير الياء بأنها مكسورة لأنها حرف علة، فمبين اسم فاعل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا إنا يعني هناك نونتان، النون الأولى من إن، والنون الثانية إنا، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. ودائما قاعدة أخرى من ناحية النحو، عندما ترى ضمير متصل بإن دائما قل بأنه في محل نصب إن أنزلناه هنا أنزل، إنا الله سبحانه وتعالى للتعظيم، والهاء للقرآن الكريم. طيب أنزل هنا أنزل على وزن أفعل، لا أقول بأنها اسم تفضيل، اسم تفضيل أنا بفضل بين اثنين، بس أنزل هنا للتعدية. ما معنى التعدية؟ التعدية هي أن أضع الهمزة أو يكون على وزن أفعل، تمام، أضيفها على فعل لازم. هي نزل، هي بالأصل نزل ماذا؟ نزل لا تحتاج إلى مفعول به بأنها لازم. عندما أريد أن أجعلها متعدية تكون على وزن أفعل. نزل مثلا أقول نزله، ما زبطت معي الهاء، عشان أعرف أنا إذا لازم ولا متعدي، تمام، بقول بحط عليها ضمير النصب اللي هو الهاء. نزله زبطت معي، ما زبطت معي، إذا نزله لازم. فلما أقول لما بدي أخليه متعدي بقول أنزل. في طريقتين لأخليه متعدي، اللي هي أنزل أو على وزن فعل، هنا بهذه للتعدية. إن أنزلناه قرآنا إيش؟ مفعول به، هنا مفعول به ثان، الهاء مفعول به أول. لعلكم تعقلون، يعني حاولوا أن تكتبوا هذه الملاحظات على الدفتر حتى لا تنسوها. لعلكم تعقلون، أريد أن أذكركم بأن من بعض الأسئلة التي يمكن أن تواجهكم في الوزاري الجملة الإنشائية والخبرية. الجملة الإنشائية على بلاطة، الجملة الإنشائية هي جملة فيها أمر، فيها فعل أمر أو نهي أو استفهام، أو موجود فيها الترجي وهي لعل، أعتبرها بأنها جملة إنشائية. هناك نقاط أخرى أو هناك أشياء أخرى للجملة الإنشائية، لكن ركز على هذه. أي جملة أخرى لا يوجد فيها استفهام أم نهي أم ترجي أم أمر تعتبر جملة خبرية. فعندما يقول لك لعلكم تعقلون قلها بأنها دايركت إيش؟ جملة إنشائية. إن أنزلناه جملة خبرية. تعقلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة على وزن تفعلون. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وقلنا بمثل تلك بداية أو من فضلها حق الصدارة. نقص فعل المضارع
قاعدة نسيت أن أذكرها لكم فيما يخص الفعل المضارع. عندما تريد أن تميز بين الفعل الماضي والفعل المضارع ضع سوف. إن قبل الفعل المضارع سوف تكون ماذا؟ فعل مضارع. أما إن لم تقبل فتكون يا ماضي يا أمر، ومن سهل التفريق بين الماضي والأمر. فنحن نقص، أي سوف نقص، ضبطت معي؟ إذا نقص فعل مضارع. نقص عليك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، إيش؟ اسم مجرور لأنه متصل بعليك، على. أحسن القصص، أحسن على وزن أفعل، اسم تفضيل. طب لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر أحسن القصص؟ أحسن القصص ليش؟ أكثر من نقطة. أولا لأنها قصة، تمام، تتناول قضايا إنسانية واقعية موجودة بين البشر ويمكن أن تحدث لأي شخص واحد، فيها بناء درامي قصصي يعني جميل رائع متماسك متراكب مع بعضه البعض. وأيضا بأنها بدأت القصة بماذا؟ للتشويق، وبأن من البناء الدرامي بدأت برؤية وانتهت بماذا؟ بتحقيق هذه الرؤية. بما أوحينا، الباء حرف جر. الباء هنا يعني أكثر الأجوبة للباء تكون بالسببية. لماذا أنزلنا عليك أحسن القصص؟ بسبب الذي أوحينا إليك، أو بمعنى المصاحبة، يعني مصاحبة أحسن القصص مع الذي أوحينا إليك. ما الحين هذه ما في أكثر من ماء في اللغة العربية. من معاني ما، أو أستطيع أن أعرف إن كانت هذه الماء اسم موصول أبدلها بالذي. زبطت معي بالجملة بمعنى الذي هي اسم موصول، بالذي أوحينا إليك إذن الذي ما اسم موصول. أوحينا إليك هذا القرآن. طيب هذا اسم إشارة. معلومة قواعدية، بعد اسم الإشارة ويكون معرف بال بعرب بدل. أما لما يكون بعد اسم الإشارة مش معرف بال، تمام، مش معرف بال، بعرب إنه خبر مرفوع. طيب هذه للمعلومات. طبعا طبعا أعرف إنه خبر مرفوع لما أحكي إذا تم المعنى تلك ماذا؟ آيات الكتاب مثلا على سبيل المثال. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هذا القرآن. وإن كنت، إن أسلوب شرط، حرف شرط من الأدوات الشرط، إن، إذا، إذ، لولا، لو، من أسلوب الشرط. يعني عندما يذكر لك استخرج لي أسلوب شرط، فكر بإن، فكر بإذا، فكر بإذ، فكر بلو، فكر بلولا إلى آخره. إن كنت، أنا كنت راجع لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت من قبله لمن الغافلين. لمن الغافلين، الغافلين بمعنى الجاهلين. يعني أنت لم تعرف من قبل الإيحاء، قبل الإيحاء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تعرف عن سيدنا يوسف، تمام. فالغافلين هنا بمعنى الجاهلين. إذ قال يوسف، بدأنا في القصة. إذ قال يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. يا أبتي نداء للتحبب والتقرب. يا أبي إني رأيت، يعني هنا بتبين على مدى الثقة اللي بتكون بين الأب وابنه. الابن رايح للأبو، في عنده صار إشي، الثقة ببين هنا الثقة إنه راح طوالي على أبوه. يا أبتي، يا أبي، يا أبتي، يا أبتي إني، إن حرف توكيد ونصب، الياء في محل نصب، إن كلنا ضمير متصل بإن في محل نصب إن. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا
ترمز إلى ماذا؟ ترمز إلى إخوة يوسف، والشمس والقمر إلى ماذا؟ إلى أبويه، ولا نقول والده. سوف نذكر عندما نصل إلى الآيات المذكورة بأبويه لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر أبويه ولماذا لم يقل والده. الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ساجدين أي معظمين لمكانته العظيمة، طبعا مش من العبادة، احتراما. قال يا بني، كوكبا تمييز، والتمييز تمييز عدد. دائما عندما ترى بعد عدد اسم منصوب تمييز، يعني 11 شو؟ 11 ايش؟ كوكبا، فكوكبا اجت تمييز. الواو حرف عطف، الشمس اسم معطوف منصوب راجع على 11. طيب قال يا بني، كمال التحبب والتقرب. يا بني لا تقصص، لا تقصص إلا هذه لا الناهية. طيب أكيد أنت سمعت في لا الناهية واللا النافية، كيف بدي أفرق بين اللا الناهية واللا النافية؟ اسمع، اللا الناهية فيها طلب، فيها أمر، اللا النافية ما فيها طلب. يعني الحين لما أقول لك لا تقصص، فيها طلب ولا ما فيها طلب؟ فيها طلب. إذا لا تقصص بحكي عليها إنها نهي. لا تقصص، طيب هنا جملة إنشائية ولا خبرية؟ جملة إنشائية. طب شو الهدف أو شو الغرض من النهي؟ للنصح والإرشاد. لا تقصص رؤياك على إخوتك، لماذا؟ فيكيدوا، فالفاء هنا فاء سببية، الفاء السببية عيش؟ عشان ما يكيدوا إلك، يحسدوك، فيكيدوا لك كيدا. كيدا مفعول مطلق، من المفعول المطلق اسم منصوب هو مصدر بيكون من نفس حروف الفعل، الذكر مفعول مطلق من نفس حروف الفعل. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طيب بعرف إنك بدك تحكي إن حرف توكيد ونصب، والشيطان اسم منصوب وعدو خبر، تمام، بس ليش الله سبحانه وتعالى ذكر الشيطان؟ لأنه الشيطان هو موطن الوسواس، ف ما بده أو بده يذكر سيدنا يوسف إنه الشيطان ما بده يجي الشيطان لقلب سيدنا يوسف، أو بده يحميه من الشيطان، أو بده يبين له إنه الشيطان هو موطن الفساد بين الإخوة أو لسيدنا لأي إنسان آخر. إن الشيطان للإنسان، لاحظ للإنسان، ما ذكر ليوسف، ما ذكر الإخوة، كان بشكل مجمل للإنسان بأي إنسان عدو مبين. مبين اسم فاعل. وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك بمعنى يصطفيك، أي يختارك الله سبحانه وتعالى لتكون نبيا. يجتبيك ربك، وربك للمربي، ويعني استخدم رب بدل الله لأنه هو المنعم والمتفضل والمربي. ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أنه اجتباه وعلمه من تأويل الأحاديث، وأنه جعله نبي يتم نعمته عليك. يعني يتم نعمته عليك أكثر من قضية، أو تتناول أكثر من قضية. إما أن تكون بأنها جعله نبي وأكمل، يعني يكون نبي ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما ذكرنا من قبل. والمعنى الآخر يتم نعمته، أي تدل على الرعاية الإلهية لهذا الغلام أو لهذا النبي. فبدون الرعاية الإلهية طبعا نصبح كالنكرة. فيتم نعمتهم عليك وعلى آل يعقوب، مش النعمة بس عليك، كمان على آل يعقوب كما أتمها على أبويك. يعني كأنه هنا بدل على النبوة، إنه النبوة زي ما درنا بالنا على سيدنا يعقوب وعطيناه النبوة وكل شيء تمام 100%، بدنا نيجي على ذريته. ومن قبل على أبويك، تمام، راجعة للأنبياء من قبل إسحاق ويعقوب. أبويك من الأسماء الخمسة، لاحظ
لاثنين مجرور وعلامة جره بماذا؟ بالياء، لأنه من الأسماء الخمسة. والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. طب الحين إذا أنت بتقول لي مضاف إليه، كيف عرفت مضاف إليه؟ خذها قاعدة: ضمير اتصل باسم في محل جر مضاف إليه، من قبله إبراهيم وإسحاق كما ذكرنا. إن ربك عليم حكيم. إن ربك كنا إن حرف توكيد ونصب، رب اسم إن، الكاف زي ما كنا ضمير اتصل باسم، عليم خبر لا إن، حكيم صفة. طيب لقد كان، والقد يعني معلوماتيا القد بقدر إلها معنيين: قد تحقيق قد تشكيك. قد إذا كانت قد مع فعل ماضي بيكون تحقيق، يعني إيش صار وخلص 100%. أم لما يكون لك تشكيك قد ينكسر، تشكيك أنا بشكك في الأمر. قد كان، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات للسائلين نصح، علامة، موعظة. لما بندل على ماذا؟ بندل على إنه في بعض الناس اللي أجوا يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن قصص من قبله. إذ قالوا ليوسف، قالوا ماذا؟ أنو اللي قالوا إخوة يوسف. لمين؟ ليعقوب، ليوسف. هنا يوسف أو اللام هنا لام الابتداء، وقلنا بأن لام الابتداء المتصل فيها مبتدأ، وهذه أجتني في الوزارة بتذكر من زمان. يوسف إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليوسف وأخوه، راجع على يوسف اسم معطوب بالواو. أحبوا على وزن أفعل. عندي هنا شو اسمه، كأني أنا بفضل يوسف عن عن اللي كان سيدنا، عن إخوة يوسف عليه السلام. أحبوا إلى أبينا، يعني هنا السبب إنه غير الاصطفاء، إنه يعقوب يحب يوسف أكثر منا. طيب إذ قالوا ليوسف وأخوه، اللي هو أخو مين؟ أخو يوسف بن يمين، يعني اللي حضروا يوسف يصفوا معي على جنب. أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة. نحن عصبة أي بمعنى نحن جماعة، وإحنا جماعة، يعني بتعرف إنه أكثر من زوجة. إحنا جماعة، إحنا لحال وإنت بتحب هذولا لحال ثاني. إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال مبين مش بمعنى إنه والله كفر وإنه سوى معاصي، لا، هنا ضلال مبين من وجهة نظرهم، إنه لما يحب يوسف هذا ضلال. فكأنه بدل من وجهة نظر الإخوة إنك أنت يا أبونا أنت في ضياع، في ضلال. طيب اقتلوا يوسف. شوف كيف أجت اقتلوا، فعل أمر، جملة إنشائية. هذه من الآراء اللي ذكرت في بالهم إخوة يوسف. القتل، اطرحوه أرضا. اطرحوه أرضا يعني ألقوه، أو حرف عطف، اطرحوه أرضا ألقوه، قلنا أرضا. الحين أرضا في سؤال أجاك على أرضا اللي هي إيش؟ سبب التنكير. التنكير نكرة، يعني مش معروف أني أرض، أو أنا قصدي مش أني أطلع والله يروح على أرض الفلاني اطرحوه غاد، لا، أي أرض أنتوا بتشوفوها مناسبة اشتغلوا عليها، اطرحوه أرضا يخلو لكم. الحين من وجهة نظر إخوة يوسف، إذا ضيعناه أو قتلناه أو أطرحناه أرضا، شو راح يصير من وجهة نظرهم؟ يخلو لكم وجه أبيكم. يعني هنا كأنه بنفرد أو ما بظل حدا يحبه إلا أنتم. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني أنتم الأمور ترجع لمجاريها وبتكون حبايب ومستقيمين وما إلى ذلك. شوف كيف التفكير، يعني قتلوا أخ
ويعني انه يعني تخطيط، ومن هان لقدام ل10 سنين لأصل قديم تخطيط. وهنا على الإجماع، دير بالك على الإجماع. لا اقتلوا يوسف الواو، اطرحوه واو، يخلو لكم انتو، يعني كأنه هنا في نجوى بينهم، سر بينهم. طيب، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل على وزن ماذا؟ فاعل، اسم فاعل. واحد منهم قال ما تقتلوش يوسف. وهنا بتبين الرعاية الإلهية. الله سبحانه وتعالى كيف حافظ على سيدنا يوسف. لو كانوا اقتلوه كان راح النبي، خلصت القصة من أولها. فقال قائل منهم من إخوتي لا تقتلوا يوسف. نهي، جملة إنشائية، نصح. وألقوه في غيابة الجب، يعني ارموه في غيابة الجب. الحين هي غيابة الجب، غيابة لحالها إنها الجزء المظلم اللي تحت الجب. في فرق بين الجب والبئر. الجب هي الحفرة العميقة اللي بتكون مايلة، مش مبنى عليها حجار، تمام. أما البئر حفرة عميقة، تمام، بس مبنى عليها حجر. إذا لاحظت هنا في الصورة بحر كيف هنا مبنى حجر، أما الجب لا، حفرة عادي، حفرة هيك طبيعيا. طيب، فهذا الفرق بين الجب وبين البئر. يلتقطه بعض السيارة، يعني إنه على أمل إنه بيجي بعض القوافل، السيارة بتيجي على أكثر من معنى، قافلة بتيجي بعض القوافل تأخذوا إن كنتم فاعلين، أنا شرط. طيب، فاعلين إيش؟ على وزن على وزن فاعلين، اسم فاعل. وكمان دير بالك يأونون، يعني بتدل على الإخوة، يعني بتدل على الإجماع إنهم أكثر من واحد، على التخطيط اللي بينهم. قالوا يا أبانا، أجوا عليه. بحر كيف الأسلوب اللي أجوا عليه. قالوا يا أبانا، حكى له يابا. لما بدك من أبوك مصاري بتقول له يابا يابا حبيبي يابا. ما لك يا أبانا، وشوف يا أبانا مش يا أبويا لحال، يا أبانا. ما لك لا تأمن على يوسف. شوف الأسلوب. ليش بحر كيف هاي الخيط الصغير، المبادرة الصغيرة، الشرارة الأولى، ليش ما بتأمنهاش على يوسف؟ وإحنا يعني رايحين دير بالنا عليه، وإحنا رايحين ننصحه، وبما إنه صغير بدنا نساعده، بدنا نخليه نعرفه على الدنيا وما إلى ذلك. على يوسف وإنا له لناصحون. وإنا له الحين قبل ما أنسى، إن حرف توكيد ونصب. إنا في إن زي ما كنا في محل نصب. اللام حرف جر، اسم مجرور، الها في محل اسم مجرور. لناصحون، هنا اللام اسمها لام المزحلقة. يا الله، في أشياء كثيرة بتيجي على بالي، معلومات جديدة. لناصحون، اللام هنا لام المزحلقة. طيب شو هذه المزحلقة؟ زحلقت. هي كانت أصلها إيش؟ لام الابتداء. فلما دخلت عليها إن صارت لام المزحلقة، تزحلقت من لام الابتداء لمين؟ للخبر. فلما تشوف اللام وإن المتصل بلام هي خبر لا إن، قاعدة. طيب، في شغلة ثانية اللي هي لام الفارقة. في لام فارقة، وفي لام مزحلقة، وفي لام ابتداء. شو اللامات هذه؟ اللام الفارقة ما بتيجي بإن بتوكيد، بتيجي بإن المخففة، مش عليها شدة. واسمها فارقة عشان تفرق بين إن المخففة وبين إن النافية. يا حبيبي شو ألف شغلة وشغلة، الله يعينكم. طيب، أرسله معنا. أرسل، أعطي، يعني فعل أمر مبني على السكون. أرسله معنا غدا. شوف التخطيط، غدا محدد مخطط، ظرف زمان. يرتع ويلعب، يعني ودي بكرة
خليه مش إن نساعده، خليه يلعب، خليه يقعد يجلس يرتع يجلس، إنه بين الخضار يرتع ويلعب، وإن له لحافظون، وإحنا رايحين ندير بالنا عليه. حافظون فاعلون، جماعة واو نون بتدل على التخطيط، حافظ فاعل، معنى الصرفي حافظون. قال إني لا يحزنني. الحين شو الرد؟ رد يعقوب قال والله أنا رايح أحزن على فراق يوسف، يعني أن تذهبوا به. أن تذهبوا مصدر مؤول، أن مع فعل مضارع. ذهابكم سوف ماذا؟ سوف يحزنني به وأخاف أن يأكله الذئب. يعني مش بس أنا رايح أحزن، كمان رايح أخاف عليه من الذئب. وشوف كمان هذه بتدل على الرعاية الإلهية لمين؟ لسيدنا يوسف. لاحظ فكرة الذئب ما أجت من الإخوة، أجت من سيدنا يعقوب. فكأنه سيدنا يعقوب هيك من الرعاية الإلهية أوحى إليه، أو هيك على لسانه نعطيهم الفكرة. عشان شو؟ عشان لقدام يمشوا في الكذبة، ومن الرعاية الإلهية. أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الواو هنا واو الحال، وحال بينكم وأنتم عنه غافلون. وأنتم عنه إيش؟ في حال أنكم هيئتكم أنكم مهملين له، غافلين عنه. قالوا لئن أكله. قالوا لئن لئن هنا اللام لام القسم، إن شرط. قالوا لئن أكله الذئب، وإحنا عصبة، وإحنا جماعة الواو والحال، ونحن عصبة وإحنا جماعة إنا إذن لخاسرون. فاعلون جماعة خاسرون، يعني إحنا والله إذا كتل أو أكله الذئب يا الله راح نخسر بحر كيف. فلما ذهبوا، لما هنا شرط، ما أكثر أسلوب الشرط فيها. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أخذوه، أجمعوا تخطيط، إرادة بتبين على الإرادة، إنهم بدوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليهم، كأنه هنا في إشي ناقص، جواب الشرط محذوف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب انحذفت، راح على مشهد طوالي، على مشهد لسيدنا يوسف عليه السلام، عشان بدل إنه هنا كيف الاتصال مع النبي أو العناية الإلهية. أوحينا إليه، كيف الحالة النفسية لغلام دب في جب، راح يبقى خايف. هنا الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، رايح الأيام تيجي، ورايح أنت تحكي لهم، أو رايح يتبين الفعل اللي هم سووها تتبين قدامه، ورايح ربنا يكون معاه. لتنبئنهم، أنت رايح تحكي لهم بأمرهم هذا الفعل اللي هم سووها، وهم مش عارفين وهم لا يشعرون. وفعلا آخر إشي لما تبين، أول قبل ما تبين كانوا هم مش عارفين، لأنه ما خطر على بالهم. وهنا من الرعاية الإلهية. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. شوف التخطيط عندهم. وانت أجاهم عشاء في الليل عشان يخفوا البكاء، وعشان يبينوا إنه والله ضاع وإحنا دورنا عليه وتعبنا. أخفوا البكاء يبكون، فعل مضارع لثبوت النون مرفوع. قالوا يا أبانا يابا إنا ذهبنا نستبق، ورحنا عشان نتسابق، قصوا القصص عشان يقنعوا. وتركنا يوسف عند متاعنا، خلينا فأكله الذئب بسرعة، فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا، وانت مش رايح تبكى مصدقنا ولو إحنا مصدقين. شوف الأسلوب كيف حكاها، يعني هذا القصة اللي صارت وانا عارف انك مش راح تصدق، واحنا من الصادقين. واذا احنا من الصادقين.
طب الحين شوف سيدنا يعقوب ذكي. أنو الذيب اللي بده ياكل غلام ومش راح يدشر ولا أي أثر ولا أي عظم، مستحيل. وشوف كلمة أكله وخلص وما فيش أي أثر، ما قال افترسه، قال أكله. وهنا بتبين على الكذبة. أكله الذئب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، جابوا على قميصه دم كذب. كمان من الدلالة إنه هم كذابين، إنه القميص مش ممزع، وحتى لو ممزع مش مبين إنها مزعة ذيب، مزعة هيك شرط. فاهم كيف؟ بدم كذب. قال بل سولت. شوف الرد، بل سولت، زينت، على وزن فعلت، اللي هي صيغة مبالغة للتكثير. سولت لكم أنفسكم. النفس اللي موجودة عندكم هذا من وراء الشيطان. فصبر جميل. أنا ما بقدر أثبت أي إشي، لكن مبين إنكم كذابين. فلما بدي أستعين بالصبر. وكيف واجه يعقوب؟ بالصبر وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما تصفون، على ما تذكرون من هذه الفعلة. وجاءت سيارة. انتقل المشهد إلى ماذا؟ إلى سيدنا يوسف عليه السلام. وجاءت سيارة فأرسلوا واردة. وارد فاعل، مقدر الاسم الفاعل موجود فيها. الوارد البني آدم اللي بيجيبه مية. فأدلى دلوة. أدلى يعني رمى. أفعل تعدية. دلوه عشان يأخذ مية. قال يا بشرى، أنا بشرى غلام، هذا غلام. وأسروه بضاعة. أسروه هانا، أو شو الدلالة لأسروه، أو شو معنى أسروه؟ من السر، يعني كأنه أخفوه بين البضاعة، أو خلوه كبضاعة التي بدون قيمة. فلها لمعنيين. بضاعة إلها أكثر، إذا بترجع للإعراب أكثر من إعراب. في ناس قالوا إنه حال، أي جعلوه كحال البضاعة. وفي ناس صاروا يحكوا إنه هنا للتعدية من أسروه على وزن أفعل، فمفعول به. والله عليم. شوف كمان أسروه والله عليم بما يعملون. هنا بتدل على إنه الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. الله عالم شو رايح يصير أو بالإشي اللي عملوه. شروه بمعنى باعوه. شروه بتيجي على معنيين، بتيجي بمعنى يعني من الكلمات المتضادة. شرى بمعنى باع. وفي سورة الكهف خلف تيجي بمعنى أمامه لما على السفينة. طيب استغلال الوقت. بخس يعني إنه قليل. معدودة، مفعولة، اسم مفعول. وكانوا فيه من الزاهدين. زاهد على وزن فاعل، وجماعة من المقللين له بقيمته. وقال الذي اشتراه من مصر. ممنوع من الصرف. اللي اشتراه شو سبب ليش اشتراه؟ عشان ايش؟ عشان يعطيه لامرأته. هو حكى او اشتراه لامرأته ايش؟ أكريم عسى أن ينفعنا، النفع، أو نتخذه ولدا. النفع عشان ينفعنا في لأي مصلحة موجودة، أو لنتخذه نتبني. أكرمي مثواه اللي بيحكي مثواه الجنة. هنا غلط أحكيها. لا، مش غلط أحكيها. مثواه يعني رايح الرد راح يقول لك مثواه اللي هي انذكرت في القرآن الكريم في موضع العذاب. لا، مثوى بمعنى المكان اللي انت بدك تعيش او بدك تبيت فيه. مثوى الجنة المكان اللي بده يسكن فيه. أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا من الأسباب التي تمكن من الرعاية الإلهية. تمكن يوسف عليه السلام بأنه اشتراه مين؟ عزيز مصر. لو أنه اشتراه تاجر أو واحد فقير أو كراح. فهنا من الرعاية الإلهية عشان يمكنوا في الأرض وعشان يصير ذو مكانة عالية. كمان شو
مش بس لما لا عزيز مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، عشان من الرعاية كمان لإله تأويل الأحاديث، أنه يعرف يفسر، عشان راح يفيده لقدام. والله غالب على أمره، في النهاية لمين؟ الله سبحانه وتعالى غالب فاعل على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي هي بتدل على أنه كثير من الناس ما بيعرفوا أنه النهاية بتكون لله سبحانه وتعالى.